رابع سبب تهدي معدتك. كم مرة بعد الأكل حسيت إن معدتك منفوخة ومش عارف تنام؟ الحليب بالكركم هنا زي البلسم، بيسهل الهضم ويهدي أي تقلصات أو غازات، فبتنام من غير ما تفضل تتقلب على بطنك طول الليل. رقم خمسة، بيظبط المود. الحكاية مش بس جسمك بينام، لا، الكوباية دي كمان بترفع مودك. الكركم بيساعد على زيادة هرمون السعادة السيروتونين، والنتيجة انك بتدخل السرير وانت مرتاح ومبسوط بدل ما تبقى معصب او مهموم. وبصراحة مين فينا مش محتاج الكوباية اللي تخلي دماغه تفصل شوية من دوشة اليوم؟ سادس حاجة، الجسم بيصلح نفسه وانت نايم. النوم اصلا هو وقت الصيانة بتاعة الجسم، زي لما بتسيب الموبايل يشحن. الكركم مليان مضادات اكسده، دي بتدخل تصلح الخلايا اللي اتضررت طول اليوم، يعني بشره انضف، تعافي اسرع، وصباحيه تصحى فيها نشيط بدل ما تبقى مهدود. سابع حاجه والاخيره، يطبطب على الزور. لو عندك كحه، برد، او حتى حلقك ناشف، الكوبايه دي هتغطي الحلق كده وتدفيه، تحس كأن في ايد بتطبطب على حلقك وتقول لك اهدى يا بطل، كله هيبقى تمام. يعني يا جماعه 7 اسباب يخلوك ما تفكرش مرتين قبل ما تنام. اعمل كوبايه حليب بالكركم، هتلاقي نوم اعمق، مناعه اقوى، ومود احسن بكتير. جربها كده كام يوم على التوالي وقول لي حسيت بايه. ولو عايزين وصفات طبيعيه وحاجات تساعدكم تعيشوا بصحه من غير تعقيد، ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه للقناه عشان نكمل الرحله دي سوا. دمتم بصحه.